بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وسط الألم وأنين المرضى ويكاد يسمع من وراء الجدران، جئنا نقدم حلقة جديدة من برنامج مع المحرومين. السلام عليكم. عمو شلونك؟ زين؟ شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. شلونكم اختي؟ يا هلا مرحبا. السلام عليكم. في الحقيقة وهاي طول اليوم من الألم والأنين، ونشوف هاي العائلة يمكن جميع أفرادها مصابين يعني، بس راح نشوفهم إن شاء الله. السلام عليكم. شلونكم؟ الله يسلمك. الله يحفظك. الله يخليك. والله الحمد لله على الله. الله يساعدكم. الله يسلمك. أنا ما أدري أشوف أمك، ما أدري أشوفك أنت، يعني والله الصراحة ما أدري. الحمد لله. أشوف هاي حالتك أنت، يعني يمكن يقول أمك تهون، وأشوف حالتك أنت بالضبط يعني. الله أمك يخليك. تقول مرة كبيرة. الله أنت يخليك. شباب ضيع عن شبابك. كيف؟ شفتك هالشكل هذا والله يعني أنا ما تحملت بس شوفتك هالشكل. الله يخليك. شنو قضيتك؟ والله طلعت للشغل على باب الله، وفدانا أمي وأبويا متوفي. طلعت ألقى اسم الله نشتغل، الله رازقنا نشتغل به ونجيبه. اي عماله نطلع من غبشه. فطلعت للشغل، اي نصعد طابق لي فوق. طحنا انا والدرج من الطابق الثاني، طحنا بالقاع، ظهري انكسر، ودوني المستشفى. 3 بلاتينات بظهري. بعد نمت، والله نمت سنة ببغداد كاملة، نمت سنة ببغداد بشارع القناة بمستشفى ابن القدس. بعد سنة عدل نمت ببغداد، وفدية تروح وترجع عليه. هذا اخوي ابن ام وابوي يعني كردحتيه بجقارة ما ذكرني. بعد بجقارة ما ذكرني. بعد اخابرهم ما يحاكوني نجيك باكر عقبه ويسدون السالفة. ما حد ما مر عليه. كلهم مروا، مجيك 2 مرمات وما تمشي انت. زين هذا الوروم يا شنو هذا الوروم؟ والله هذا الوروم عندي اليوريا تضرب على الكليتين، وقفت كلية عندي، صار بيها فيروس ووقفت. واحتاجيت عملية ببغداد. انا رحت علي مجيد الدكتور، ايه رحت له فكمل لي فحوصات وخلصت، فاعطاني ورقة تحويل المستشفى الكندي ببغداد. فرحت المستشفى الكندي، طبيت على الدكتور اسمه علي الساعدي. بعد حكيت وياه، هم الرجال قام يعني وقدرني وهاي، وسوى التحاليل مالاتي وكمل. قال لي تجيني الأحد العملية مالتك. بعد انت عندك كلى واحدة واقفة، العدة هاي كلاتي واقفة، يعني الضعيفة فرد نوب، يعني بحالة توقف تريد. حتى العملية يقصونها. بعد يشيلوها، لو يسوون سحب الفيروس بين هذا اشعة الناظر. بس انت ما تمشي. ما امشي على خط التظاهر. بعد انا ظالي يم الله ويم الناس الخيرة. وشوف هاي العائلة والله والناس الخيرين الطيبين بهاي المنطقة، هم بلغونا عن نجي هاي العائلة لين يعرفون. ونقول اللهم يحفظ الأخيار، ونقول كل من يدري بمنطقته بحالة خاصة، بمرض بأيتام، احنا بخدمتكم بعرض معاناتكم إن شاء الله. والله من حكولي فما صورت يعني هل أمر وصلت بهاي العائلة إنه المرأة بيها جلطة ونايمة الفراش. والله 3 جلطات ضربتها، 3 جلطات، وحدة وأنا معوق، يعني أنا بيمن أشيلها بيدي، لو أشيلها برجلي بيمن، لو أسحبها بسنون أطلعها وديها للدكتور. بعد بيمن أوديها، يعني أخو ما ينشد على أخوه. بعد 3 جلطات ضربت بقى الله قدر عليها. بعد 3 ضربتها، ويوميا موديها للدكتور الصبح زنانة بالمستشفى،
والعصرية الناس الخيرة والله العظيم. ذاك اليوم هذا الرجال هنا هم ولد صديقنا هم جيت اروح للجامع بعد، يعني اروح انا للجامع اقول لهم اعطوني ما عندي، هم ارد اودي امي واني هم لي والله منتهي بعد. هم قال لي ارجع وانا راح اجيب لك، هم انا رجال صديق علينا بعد. هم والله العظيم جابنا وديت امي وانا رحت بين همينه بعد. شو اسوي؟ الله يسعدك، الله يسعد عائلتك، الله يسلمك، يعينك ان شاء الله. الله يسلمك. والله ما نشوف شبابك وانت قاعد هاي القعده، شو اسوي؟ وهاي يعني انت حركه ما تحرك وجسمك كله مرم. والله انا في الحقيقه اعزائي المشاهدين، وعندما اقدم هذا البرنامج واقدم لكم ان شاء الله، الكثير من الناس يقولون اعرض لنا هاي الحلقات حتى نقدر احنا نساعد نتواصل مع عوائلنا المحرومه بالمحافظه. والبعض يعني حتى القى الحجه على الناس، مثل هذا الشخص توصل بمرحله انه ما عنده امكان يروح للطبيب، وشوف حتى الذبان مدودي على رجله وممرم من فوق اللي جايه وما يتحرك وما عنده من يعينه. نقول حتى الناس نلقي الحجه عليهم، لا يقول انا ما شفت وانا ما دريت وانا ما سمعت، لا نقول له الدنيا منتهيه وهم ذولا هي الخير، هالخير هم يجون ويشوفون يتواصلون. احنا علينا نعرض لكم ان شاء الله، وانتم حتى مثل ما قلت لكم الكل يعني نكون عائله وحده ونتكافل بيناتنا، وحتى نتواصل بمساعده كل اهالي المحافظه ان شاء الله. ونشوف شاب مثل اسمه رغاتته احمد، نشوف احمد هذا ضيع عن شبابه، يمكن عمره 20 سنه او اقل 20 هم ما ادري، ونشوفه طلع يعني راح للشغل، ويش يشتغل عماله. يقول الحمد لله والشكر، يطيح يصعد من فوق الدرج وفي الطابق الثاني ويوقع، ومن يوقع باعتبار نهت حياته من كثر ظهره وقعد طريح الفراش. ونشوفه رافقه امراض اخرى، يعني عجز الكليتيه واليوريا، وفوقها امه بها جلطه. نقول اللهم يساعدهم ويساعد يم رب العالمين. وحتى نلقي الحجه كذلك على المسؤولين بالمحافظه، نقول من يمر لكم شخص مثل احمد، والله سويت راتب اقطع سالفتك بخير، سويت راتب 7 مرات اروح وارجع على اللجنه مال التوقيع، اللجنه يقعدون علي يوميا اجلوني شهر وشهرين شهر وشهرين. اللجنه ما اعرف هي شو، لا يم الطوارئ مال السوق اللي بصفها ما اعرفها. يوميا اجلوني باكر عقبه وشهر شهرين، اخر شيء اجلوني شهرين 3 اشهر العفو. يعني الكراوي لذبهن واروح وارجع. يعني اقول والله لو اجيب لي علاقه هنا واتمضبط بها انا امي يعني احسن من ذولا، يعني يقشفرون علي بعد. نعم هذا المراجع من يروح بحال احمد، يعني هاي حالته، واللي ما يقدر يتحرك ناس تقوده وتوديه وشايل كل مرض الدنيا شايلها ومكسور ظهره، ويروح راجع اللجنه ويقول له تعال باكر، يروح باكر يقول له تعال والله معاملتك ما